لا ما عندك مشاكل تتكلم عن الاخوان، عن رايك؟ مشاكل اتكلم عن اي حد. لا لا يعني هنشحت، ده احنا هنشحت. لو الاسلاميين مسكوا كلنا هنقعد في البيت. عايز اقول لك لو العالم كله ال 197 بلد حكمهم تيار ديني متشدد وارد الا مصر. لا لازم السؤال ده يبقى في الحلقه. يلا. الجمعه اللي فاتت دي وهي قبل رمضان بيومين، اللي تجمع في ميدان التحرير سلفيين واخوان وقالوا ان في يعني نقدر نقول عليهم الاسلاميين، وبيقولوا اسلاميه اسلاميه. ايه رايك؟ والله بص، في ناس كتير قوي حللت الجمعه اللي فاتت ديت اللي هي كنت موجود ولا لا؟ كنت موجود. كنت موجود. تحليلات، انا في تصوري عندي تحليل اخر ليها. التيار الديني في مصر لا يمكن يكسب الانتخابات، لا يمكن يحصل على اغلبيه ولا حتى ربع المجلس النيابي، لا يمكن. وانا بأكد انتخابات الدستور لما قلنا نعم ولا لا. خلينا انا جاي لك في الكلام اهو بقى، هفسر لك واسمعي تحليلي ولك ان ترفضيه على بعضه او حتى تقبليه او تقبلي نصف. عشان يكسبوا لازم يفتعلوا ازمه زي اللي حصلت دي. احنا عايزين الاسلام ودول مش عايزين الاسلام. احنا المتمسكين بالشريعه ودول عايزين الكفره العلمانيين اللي عايزين البلد، اللي هم اي حد غيرهم. وبالتالي يكسبوا تعاطف ما يعتقدوا انهم سذج. الناس ديت التيار الديني يعتقد ان الشعب المصري ساذج، وان العامه يستطيعوا اللعب على عواطفهم بان احنا المتمسكين بالدين، وان الناس التانيه دي عايزه تودي البلد في داهيه وعايزاها كفره. فمن نازعهم في ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولا قوه في مصر قالت انا معترضه على هذه الماده. لم يعترض اي قوه لا ليبراليه ولا علمانيه ولا يساريه على ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدوله. لم يعترض. مفيش حد اعترض، لكن هم انت عارفه واحد ما اتخانقش معاكي، ما قالكيش حاجه، وانت بتفتعل المشكله عشان تكسبي. عمال عايزين يفهموا الناس ان احنا الوحيدين اللي مؤمنين، واحنا الوحيدين اللي حريصين على الدين، والباقي كله ما دوننا مش حريصين على الدين او مش عايزين الاسلام. تمام؟ وبالتالي يكسبوا تعاطف الناس، الكتله الكبيره في مصر اللي وجدانها متدين، فيكسبوا الانتخابات. هم يستخدمون الاسلام الحنيف للوصول لكرسي النيابه. هم بيقولوا عايزين يطبقوا الشريعه. ليس اكثر ولا اقل. المبادئ بصي، مقاصد الشريعه مفيش حد هيقدر يقف قدامها. الشريعه مقاصدها ايه؟ حريه، التسامح، العداله والحق. حاجات كلها العداله اللي موجوده في الشريعه الاسلاميه، ومبادئ الحق والخير والجمال اللي موجوده في الشريعه الاسلاميه، من يقف ضدها؟ فاهمه؟ يعني كلنا مفيش حد لا تيار ليبرالي ولا علماني ولا يساري ضد. طب هقول لك حاجه، تعالى نحلم مع بعض كده. في ناس كتير قوي لم تتوقع. طب انا عايز اكمل لك بس حاجه. اتفضل. الناس اللي متصورين ان التيار الاسلامي قاد الامه لان يقول نعم في الاستفتاء الاخير. بالظبط. انا معترض. لم يقود الامه. المشهد كما انا رايته كالتالي. طب كان بس بيطلع الناس على اليوتيوب كده تقول لك انا قلت كذا، قلت نعم عشان الاسلام، دي كان معمول لها غسيل مخ ولا لا؟ هقول لك حاجه. الشعب المصري لما قالوا استفتاء كان ركب القطر خلاص ورايح يقول نعم. ليه؟ لانه كان عايز استقرار. واحد، لان المواد التسعه اللي هم غيروها له دول ما كانش يحلم انها تتغير في حياته اصلا. المواد دي نضلنا على ربعها وما عرفناش نعمله. لما تيجي الثوره وتعملها لي التسعه دول، كان راضي بقليله يعني. فكان راضي بده، وكل الناس كانت راضيه على فكره. انا واحد من الناس راضي على التسعه، يعني عندي تحفظ بسيط في تفصيله السيناريو، التتابع الزمني في الماده اللي هي خاصه بالدستور الاول ولا انتخابات مجلس الشعب الاول، لكن التسع مواد انا موافق عليها. الشعب المصري كان خلاص ركب القطر ورايح يقول. تمام؟ الاخوان المسلمين نطوا في القطر. لما نطوا في القطر طلعوا الاعلام من الشبابيك والقطر ماشي. فبدا في المشهد ان القطر ده يقود الاخوان المسلمين والتيار الديني. الشعب المصري كان رايح يقول نعم.
فهم نفسهم مخطئين اذا تصوروا ان هم قادوا الشعب المصري، ويخطئ من يتصور ان التيار الديني هو الذي قاد الشعب المصري لكي يقول نعم في الاستفتاء. المصريين، انا بقول لك لو العالم كله حكموا تيار متشدد، 197 بلد حكمها تيار متشدد ديني متشدد الا مصر. مصر لها خصوصيه انها هي التي اكتشفت الاله قبل وجود الاديان. يعني هم قوة يستهان بها؟ لا، هي قوه موجوده على الارض، وانا لا اريد ان اقصيها، لكن اريد ان تاخذ حقها بموضوعيه. طب احنا في يوم من الايام لا يمكن حد فينا كان يتخيل ان هيتم اسقاط هذا النظام او النظام السابق. لو حلمنا وقلنا السيناريو اللي بالنسبه لك ممكن يبقى حلم ان الاخوان مسكوا الحكم او اي تيار اسلامي مسك الحكم، تفتكر واحد زي حضرتك هتعمل ايه؟ هخرج هتبطل نفس سينما؟ الافلام على فكره هتبقى ممنوع. بقول لك مش صحيح، ما انا بقول لك لو حتى الاخوان جم ولا اي تيار المشاهد ما يقدروش يا صديقتي. احنا دوله مدنيه من ما هتبقى اسلاميه بقى، مش هتبقى مدنيه. ما يقدروش يغيروا وجدان الناس. الناس راضي. مين يقدر يغير نسق الدوله كله؟ مين يجي يقول الغي القانون، الغي كل القوانين ديت وتعالى نستعيد تاني مره اخرى الاحكام الشرعيه كما كان يطبقها من 1400 سنه؟ مين في الشعب المصري يعني الناس مش عاطفين ويقول لك هم عايزين الدين والاخلاق والقيم وزي الافلام دي، ايوه نشيل منها المشاهد، وايوه ما نعملش سينما، وايوه نبقى ماشيين ملتزمين. بص، انا هذا السيناريو سيناريو عبثي لا يمكن يحدث. لا يمكن يحدث. لا يمكن التيار الديني يحكم مصر. لا يمكن، وانا باكد. مين اللي هيحكم مصر؟ نعم، مين؟ المصريين من كافه التيارات المعتدله. مين الرئيس اللي يصلح ان يكون رئيس قادم؟ او حضرتك هترشح مين؟ انا برشح حمدين صباح. فعلا؟ اشمعنى؟ انا ارى انه الاصلح والاقدر بهذا الموقع في هذه الفتره التاريخيه. نحن بحاجه الى بني ادم او شخص يمثل الاغلبيه الساحقه من الشعب المصري اللي هم بسطاء هذه الامه. هو صديق شخصي ليك؟ نعم، صديق انا اعرفه شخصي من طبعا صديق شخصي. اعرفه من اكثر من 25 سنه. لكن مش صداقه، مش هي القضيه. القضيه ان انا شفت هذا الرجل عبر اكثر من 30 سنه يناضل ضد هذا النظام اللي سقط ده كي يسقطه. لم يتنازل مره، ولم يوارب مره، ولم يصنع توازنات سياسيه. والسياسه علم يعني فن الممكن، ومع ذلك ما عملش فن الممكن طول الوقت. اعتقل 17 مره حتى وهو عضو مجلس الشعب وعنده حصانه كانوا بيعتقلوه، لانه كانوا يدافع عن قانون العلاقه بين الملك والمستاجر اللي هي حقوق البسطاء. فاحنا محتاجين شخص مناضل، شخص وطني حقيقي لا تشوبه شائبه، ما فيش في ثوبه ما يدنسه من اي توازنات لعبها مع النظام السابق، في ذات الوقت منتمي للطبقه الكاسحه من الشعب المصري اللي هي طبقه الفقراء والبسطاء. والتعامل مع الخارج، هل ليه شخصيه قويه للتعامل مع انا جاي لك بقى. لديه رؤيه حقيقيه في دور مصر الاقليمي والدولي، لانه عنده ثوابت الجماعه الوطنيه المصريه، عنده تقدير لدور مصر التاريخي والجغرافي. فيستطيع ان هو، اصل هي فكره العلاقات الدوليه دي الناس فاهمينها انها زي العلاقات الشخصيه كده. لا، العلاقات الدوليه انت بمكانتك وبموقفك بتفرضي نوع علاقاتك. يعني لما اوباما وقف مع الدكتور عصام شرف من شهرين، تمام، وكان بينهم حتى الوزير اللي هو وزير الماليه، وكان واقف يتكلم معاه بحميميه شديده. كان الدكتور عصام شرف معروف على المستوى الدولي عشان يقف معاه اوباما، ولا كان عشان رئيس وزراء مصر الثوره؟ كان عشان قيمه مصر وعشان مكانه مصر. طب ترد تقول ايه على اللي بيقولوا ان لازم مصر يحكمها رجل بيد من حديد، وفي نفس الوقت يبقى رحيم، وفي نفس الوقت يبقى عسكري عشان يعرف يتعامل مع الدول الخارجيه، ولازم يكون عنده لازم يكون عنده روح العسكري، هيبه العسكري. لا، مصر مش بحاجه الى عسكر. مصر بحاجه الى مواطن من وسطها يمثلها، مرتبط بالناس، يستطيع ان يحقق الديمقراطيه الحقيقيه، يكون راجل ديمقراطي بشكل حقيقي، ويقدر يعني يحقق الرخاء اللي مصر عايزاه. شايف ان المفروض نعمل ايه دلوقتي عشان ننهض بالسياحه، ننهض بالبلد؟ لو شايف ان حل البلد وحش دلوقتي ولا شايف كويس؟ لا، انا شايف ان هم يعني بادئين يمشوا على الطريق الصحيح، ولكن بعد ببطء شديد جدا اخر
اخر النهضه اللي احنا بننشدها. يعني كانت ممكن الفتره الانتقاليه ديت ممكن كانت تختصر في شهرين، لولا انهم ما تحركوش بالسرعه الواجبه تجاه مطالب الثوره. يعني كانوا معتقدين ان مطالب الثوره ديت قد تذبل، قد تخفت صوتها، قد تخفت الوهج بتاعها، فراهنوا على حاجه على ما يبدو ما كانتش مظبوطه. وفهمهم للثوره انا بتصور ان هو لغايه فتره قريبه كان فهم مغلوط، انهم برضو كانوا فاهمينها حركه اصلاحيه، ما كانوش فاهمينها انها ثوره لابد ان تغير وجه الحياه في مصر. فكانوا بيحاولوا دايما ان هم يعني يغيروا بعض الاشياء الفاسده ويصلحوا بعض الامور، والثوره مش كده، الثوره علم التغيير مش علم الاصلاح. السينما فعلا راحت عليها، وفي مصر دلوقتي بقى عصر المسلسلات. السينما هي الباقيه، السينما هي الكتاب، المسلسل زي الجورنان، هتشوفيه سنه وبالكتير تشوفيه سنه كمان، بس غير كده الا من استثناءات قليله، مسلسلين 3 عبر ال 30 سنه اللي فاتوا اللي ممكن تشوفيهم لغايه دلوقتي. راضي عن مستوى الافلام الموجوده؟ طيب الافلام المصريه؟ لا، ما فيش حد مستوى في البلد من اول البحث العلمي لغايه النظافه. احنا كنا بنعيش مرحله هزيمه ومرحله تردي، كان كل الامور ما كانتش جيده. فيلمك الجاي عن ايه؟ لا لسه مش عارف. مش متاخر قوي؟ متاخر، بس يعني انا ملخوم جدا فيما يحدث في البلد، نفسي اطمن زي 85 مليون مصري على مستقبل ولادي ومستقبل مصر. هتبقى جزء من السلطه؟ انا لا سياسي. في يوم من الايام ممكن تبقى وزير، ممكن تبقى ماسك. لو لقيتيني وزير مره، ولا لو لقيتيني في منصب سياسي مره، او لو لقيتيني نقيب سينمائيين، طيب او لقيتيني، خليكي معايا، او لو لقيتيني في منصب حزبي بقولي عليا افاق. ليه؟ لان انا فنان وهفضل فنان. يعني الدور حتى اللي انا بعمله اللي ممكن تسميه دور سياسي في ايام الثوره ديت، لابد ان اصنعه الان، لكن اول ما الامور تستقر هرجع اشتغل سينما وماليش علاقه بالمسائل. زعلت لما مسعد فوده مسك نقيب سينمائيين مره ثانيه وانتخب؟ انا قلت اهانه للثوره. لكن هو انتخب، صح؟ هو انتخب بشكل ديمقراطي، ولكن هو مشكله، انا قلت لو اي حد غير علي بدرخان اترشح قصاد مسعد كان نجح. لان الناس اللي هم في التلفزيون، اللي هم اعضاء نقابه المهن السينمائيه من التلفزيونيين، معتقدين عندهم يقين بان علي بدرخان اول ما يمسك نقيب هيشيلهم من النقابه، فكانوا بيدافعوا عن وجودهم، فكانوا مستميتين لاسقاط علي بدرخان. لو كان اي حد ضد مسعد فوده كان نجح، اي حد اقل من علي بدرخان. يعني علي بدرخان جدير بان هو ياخد هذا المنصب اكتر من ناس كتير جدا. ليه بتقول اي حد غير علي بدرخان؟ ما هي المشكله، بقول لك انه التلفزيونيين حاطين في دماغهم ان علي لو جه هيمشيهم، وبالتالي كانوا بيدافعوا عن وجودهم. لكن لو اي حد ترشح بعد هذه الثوره ضد مسعد فوده ما كانش هياخد 10 اصوات. لو طلبت منك رساله قصيره تقولها بمنتهى الامانه ومن قلبك للرئيس السابق محمد حسني مبارك، اقول له ربنا يسامحك، لانه كلفنا، يعني هو يعني كلف مصر بجد، مش اموال، سيبك من الاموال والثروات، لكن في اجيال اتهرست بسبب حسني مبارك، في اجيال جت وراحت ما عاشتش شبابها بسبب حسني مبارك. احنا بعد الثوره زي ما حصل حاجات كتير قوي ايجابيه، حصل حاجات كتير قوي سلبيه، وفي وقت من الاوقات كنت بقول ان احنا محتاجين ثوره اخلاق تانية، لان اللي حصل ان الناس كانت فاهمه ان احنا ماشيين كويس، وبعدين اكتشفت ان احنا كنا ماشيين مش كويس، وان الناس كانت في السلطه ووزراء، وبعدين اكتشفوا ان هم فاسدين ودخلوا السجن، فالناس اتلخبطت وبقت بتخون بعض طول الوقت، وبتطلع كل الناس منافقين وبتطلع كل الناس افاقين. فجات لنا فكره البرنامج ده ان يجي لنا فكره انه يبقى الفاصل على الهوا، يعني الفاصل اللي احنا بنعمله ده مش فاصل، ونشوف الضيف هيقول نفس الكلام اوف كاميرا واون كاميرا ولا لا. طبعا ليك يعني مطلق الحريه تشيل اي كلمه من الفاصل انت عايزها، لو مش فاكره تتفرج في العربيه تحت. ولكن متهيألي ان البرنامج ده مش ليك. ليه؟ لان انا يعني كل الكلام اللي بقوله بره بقوله جوه. بره وجوه مش بيهمك. انا بقول نفس الكلام. ويمكن والله بطلب منك رجاء خاص فعلا، عشان هو ده خاص ببرنامجنا. انت قلت في الاول انا كنت بعمل غلطه، يعني زي ما بتكلم في قعدتي المقفوله او المغلقه بتكلم في الاعلام، وانا هبتدي ما اعملش ده. انا متهيألي ان دي من احد مميزاتك اللي ما لا ما ادخلش الناس في حياتي، لان واضح ان لما بسمح لك تتكلمي في خصوصياتي فبتزيد الاشاعات. بس بشكرك. العفو.